السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التلقيح بين وبعد المشاكل ما بين الأصحاب والقرايب والأحباب من قلة المروءة والعقل والدين لا أكثر. الإمام الشافعي كان بيقول: الحر من راعى وداد لحظة. لحظة يا جماعة، لحظة واحدة. افتكر لحظة واحدة كويسة عشتها مع الشخص هذا، أكيد في يوم من الأيام انتوا كنتوا أحباب وأصحاب وقرايب وكانت في ما بينكم ذكريات حلوة. للأسف جدا الفترة الأخيرة تلاقي الإنسان بمجرد أن اختلف معاك، يعني زي ما بيقولوا الاختلاف لا يفسد للود قضية، لكن لا، للأسف بيجي الاختلاف يفسد للود وللعشرة ولكل حاجة. بمجرد الإنسان ما بيختلف معاك ما بيفتكر لك شيء غير آخر حاجة عملتها، وده شيء سيء جدا. خصلة يا رب اللهم ابعدنا عنها. ليه بقى؟ لأن أنت لازم تراعي وداد لحظة. ليه؟ ان انت في يوم من الايام اكلتوا عيش وملح سوا، اتكلمتوا سوا، اتبسطتوا سوا، عشتوا لحظات جميلة. مش فاكر ولا كل حاجة من ده كله؟ لو ما كنتش فاكر يا اخي افتكر العشرة، افتكر الاحترام، افتكر حتى انكم في يوم من الايام ربما ترجعوا اصحاب، اقارب، اهل، حبايب، اي شيء. ليس يعني من مكارم الاخلاق الا تنسى ما كان بينك وبين الناس من ود. ليه كده بيجينا يا جماعة للأسف الشديد بمجرد ما بننتظر نختلف ويخرج القديم والحديث وهذا وهذا، واللي امبارح كنت بتقول عليه أفضل إنسان هو اليوم أصبح أسوأ الإنسان. أحذرك من هذه الخصلة التي ربما تدخلك في النفاق والعياذ بالله. راعي وداد لحظة، وتذكروا تذكروا محاسن أنفسكم وليس محاسن موتاكم فقط. تذكروا محاسن الأصحاب والأهل والقرايب والأحباب قبل أن تغادروا هذه الدنيا، ولن يبقى سوى العمل الصالح الذي تقابلون به الله عز وجل.